ثنى للعمل على تطوير الاتحادات الرياضية في المحافظة من خلال وضع منهاج خاص لها. تفاصيل أكثر مع فارس الوهامي. من أجل تطوير الرياضة في محافظة المثنى ووضع منهاج العطلة الصيفية، عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الفرعية اجتماع مع 13 اتحاد من عموم المحافظة. اليوم عقد اجتماع اللجنة الأولمبية فرع المثنى مع الاتحادات الفرعية لغرض مناقشة نشاطاتها خلال هذا الموسم الصيفي، وأيضا مناقشة النشاطات اللي تقدمها الاتحادات الفرعية ضمن منهاج اليوم الأولمبي اللي راح نقيمه يوم 23/6 تقيم محافظة اللجنة الأولمبية في المثنى بالتزامن مع اليوم الأولمبي العراقي. الغرض من هذا النشاط انه احنا حتى نحقق انه الفائدة من عمل الاتحادات الفرعية اللي تعمل ونشاطاتها خلال العطلة الصيفية. وتطرق الاجتماع إلى تحضيرات الاتحادات ومشاركاتهم في احتفاليات اليوم الأولمبي العالمي الذي يصادف في 23 من الشهر القادم. الغرض من عنده مناقشة نشاطات الاتحادات والوقوف على بعض المستلزمات والدعم من قبل ممثلية اللجنة الأولمبية في المثنى. الحقيقة الاتحادات كلها تشكي من قلة الدعم صراحة، وللاتحاد صراحة الاتحاد هو يمشي التعاون مع الأندية بإظهار بطولات العراق. اجتمعت اللجنة الأولمبية بالاتحادات الفرعية لمحافظة المثنى ليوم الأولمبي يوم 23/6، وكان الاجتماع مثمر. التحضيرات المبكرة لفعاليات اليوم العالمي العراقي تضمن إحياء الذي يليق بهذه المناسبة التي تمثل فرصة لمراجعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى. مشاهدي الأكارم، نشرتنا انتهت، لم يبقى إلا تذكرون بأبرز ما جاء.